ما تدخل على خصم. خصم مهم جدا لا يخلو من امتحان. عند الخصم نوعين. هناخد اول حاجه النوع الاول الخصم التجاري. الخصم التجاري لو سالتك وقلت لك الخصم التجاري ده بيكون على ايه؟ على المبيعات فقط ولا على المشتريات فقط؟ لا، على الاثنين، على المبيعات وعلى المشتريات. تمام. النقديه يعني اللي دفعت فلوسها ولا اللي على حساب؟ الاثنين. انت كل حاجه تقول الاثنين. الخصم بيكون على المبيعات والمشتريات سواء كانت نقديه او اجله. هتحصل عليه؟ تحصل عليه. تمام. الخصم التجاري خصم يحسب ويخصم ويهمل ويسجل بالصافي. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني في ليالي الشتاء الجميله انت وصاحبك بتتمشوا، هوب عجبك جاكيت. الجاكيت ده ثمنه 1000 جنيه. طبعا انت في جيبك 2 جنيه ونص بس. فدخلت المحل سألت البياع بكام؟ قال لك ب1000. اخدت بعضك وماشي. فقال لك اهدى، انا هعمل لك خصم 10%. قلت له بس انا ما فيش الا 2 جنيه ونص، معيش فلوس 2 جنيه. قال لي هديهولك كمان، لان انا الخصم ده بعمله على المبيعات الاجله. يعني تبقى الخصم تبقى دلوقتي كده العمليه دي الخصم 10%، يعني 10% في 1000 بكام؟ ب 100 جنيه. ال 100 جنيه دي اسمها ايه؟ الخصم. لما اجي السؤال، لما اجي اسجل العمليه عندي اسجلها ب1000 ولا اسجلها ب100 ولا اسجلها ب1000 ناقص ال100 اللي هو اسمه الصافي بعد الخصم؟ 1000 ناقص 100 يعني 900. هسجلها بأنهي رقم من الثلاثة؟ ال1000 ولا ال100 ولا 900؟ هسجلها بال900 بالصافي. إذا الخصم التجاري يسجل بالصافي اللي هو الصافي بعد الخصم، وهو يحسب ويخصم ويهمل. طيب ال100 جنيه دي بقى ايه؟ دي الخصم التجاري. تظهر فين؟ في دفاتر البائع ولا في دفاتر المشتري؟ ولا البائع ولا المشتري، ما بتظهرش خالص. بتتحسب وتتخصم وتطلع بره. وبتكون على ايه؟ سواء كان مبيعات او مشتريات، سددت او ما سددتش هتحصل على الخصم التجاري طالما العمليه مش اتفاق، طالما العمليه فعليه اي حدثت في المنشاه بالفعل. يعني ايه عمليه فعليه؟ حدثت بالمنشاه بالفعل، يعني في فواتير تثبت عمليه البيع، في فواتير تثبت عمليه الشراء. طالما عمليه فعليه اذا يحسب الخصم التجاري. لكن لو كان اتفاق لا، ما يحسبش. تمام. الخصم التجاري اول ما تشوفه احسبه على طول، عكس الخصم اللي هناخده بعد شويه. الخصم النقدي ده ليه موال تاني. تمام. بس الخصم التجاري سهل جدا وبسيط، بيتحسب على المبيعات وعلى المشتريات سواء كانت نقديه او اجله، سددت او ما سددتش. تمام. تعال ناخد مثال. هقول لك مثال واحد. قامت منشأة الحمد، مين الحمد؟ أنا الحمد، بشراء بضاعة بمبلغ 10,000 جنيه من منشأة السعادة. من منشأة السعادة على الحساب بخصم تجاري 10%. 2. قامت المنشأة بشراء
بضاعة بمبلغ 50,000 بخصم تجاري 5%. قامت المنشأة بشراء بضاعة بمبلغ 50,000 جنيه نقدا. ثلاثة، قامت المنشأة ببيع بضاعة بمبلغ 30,000 جنيه نقدا بخصم تجاري 10%. أربعة، قامت المنشأة ببيع بضاعة بمبلغ 20,000 جنيه لمحلات الهنا على الحساب بخصم تجاري 10%. 5، اتفقت منشأة السعادة مع شركة الإخلاص على بيع بضاعة بمبلغ 100,000 جنيه نقدا بخصم تجاري 10%. دي أمثلة على الخصم التجاري، لو حلتها خلاص على كده ما انتش محتاج أي حاجة تانية. أول عملية مديك عمليتين شراء واحدة على الحساب وواحدة نقدا، ومديك الاتنين عليهم خصم تجاري. هتعمل ايه في العمليتين دول؟ هو انا قلت لك ان الخصم التجاري بيكون على المشتريات سواء كانت نقدية او آجلة. يعني في الحالتين هحسبهم تيجي نشوف بيتعمل ازاي. تمام. اول حاجة، قامت المنشأة بشراء بضاعة بمبلغ 10,000 جنيه من منشأة السعادة على الحساب بخصم تجاري 10%. أنا اشتريت، تمام، على الحساب ما سددتش. المبلغ كام؟ 10,000 جنيه. هتقول لي الصافي بعد الخصم. بحب أنا أحسب الخصم التجاري ده كده، الصافي بعد الخصم في خطوة واحدة 10,000 في مكمل نسبة الخصم التجاري. أنا خدت الخصم التجاري كام؟ 10%. إذا مكمل نسبة الخصم التجاري كام؟ 90%. 10,000 في 90% ب 9,000 جنيه، والرقم ده اللي هعمل بيه القيد على طول. بقول الصافي بعد الخصم على طول، بس في الحالة دي بعملها إيه؟ في الخصم التجاري، الصافي بعد الخصم. بدل ما تقعد تعملها على خطوتين، هتقول الخصم بيساوي 10,000 في 10% بكام؟ ب1000 جنيه. ده الايه؟ الخصم. طب الصافي هتقول الإجمالي اللي هو 10,000 ناقص ال1000 جنيه هيطلع ب9. طب ما أنت تعملها بخطوة واحدة، بدل ما تعملها بخطوتين لا اعملها بخطوة واحدة. قول الصافي بعد الخصم المبلغ الإجمالي في مكمل نسبة الخصم. المبلغ الإجمالي كام؟ 10,000 في مكمل نسبة الخصم 90%. 10,000 في 90% هتطلع بكام؟ هتطلع ب9,000 على طول. هي دي اللي تعمل بها القيد. طب ال1000 جنيه ده لا ما تعملش بيه القيد، ده ما بيظهرش في الدفاتر اصلا. يعني القيد هتبقى عامل ازاي؟ خلاصة الكلام، القيد هتبقى عامل بالشكل ده، من
هي دي عملية ايه؟ شراء، تبقى من حساب المشتريات إلى حساب. أنت دفعت فلوس؟ لا، على الحساب. أبقى الدائنون، لأن أنا بشتري من دائن، بين قوسين محلات السعادة. هسجل كام؟ 10,000؟ لا، ده أنا هحسب الخصم الأول، قلت لك بتسجل بالصافي 9000. 9000 ده بالنسبة للعملية الأولى. تعال العملية الثانية. العملية الثانية، قامت المنشأة بشراء بضاعة بمبلغ 50,000 جنيه نقدا بخصم تجاري 5%. هو الخصم التجاري بيتحسب على المشتريات النقدية؟ انت خدت خصم كام؟ 5%. يلا احسب. حابب تحسبها على خطوتين، هتقول 50,000 الخصم بيساوي 50,000 في 5%، هتطلع غالبا ب 2500. هتطلع ب 2500. تمام؟ تمام. والصافي بعد الخصم، المبلغ الإجمالي 50,000 ناقص 2500 هتطلع 47,500. بس أنا بفضل في الخصم التجاري بالذات إنك تحسبها على طول. تقول المبلغ الإجمالي 50,000 في مكمل نسبة الخصم اللي هو في 95%، عشان الخصم التجاري ما بيظهرش في الدفاتر، فتعملها في المكمل على طول. يعني هنا هتقول الصافي بعد الخصم، بحب إن أنا أعمله كده، يعني الصافي بعد الخصم 50,000 في ايه مكمل نسبة الخصم؟ في 95%، هتطلع على طول معاك ب 47,500. وده اللي هتعمل به القيد. هتقول لي من حساب، هي دي كانت عملية ايه؟ شراء، تبقى من حساب المشتريات إلى حساب إلى حساب ايه؟ انت كنت جايب نقدا؟ تبقى إلى حساب الخزينة. مبلغ 47,500. 47,500. تمام. تعالى في العملية الثالثة. قامت المنشأة ببيع بضاعة بمبلغ 30,000 جنيه نقدا. كلام جميل جدا. حساب المبيعات إلى حساب، من حساب الخزينة إلى حساب المبيعات. المبيعات قلت فأصبحت داينة، والخزينة زادت فأصبحت مدينة. تمام. بس ادانا خصم كام؟ 10%. هو الخصم التجاري بيحسب على المبيعات؟ طالما عملية فعلية حدثت بالمنشأة في الفعل تحسب عليها. هقول الصافي بعد الخصم، انت طبعا فهمتني. الصافي بعد الخصم هتبقى كام؟ 30,000 في مكمل نسبة الايه؟ الخصم. 30,000 في 90% هتطلع معاك ب 27,000. ودي اللي هعمل بها القيد. هقول من حساب ايه؟ من حساب، انت بعت نقدا، تبقى من حساب الخزينة إلى حساب المبيعات. مبلغ كام؟ 27,000. 27,000. كلام جميل جدا. تعال في العملية الرابعة. قامت المنشأة بعنا بضاعة بمبلغ 20,000 جنيه لمحلات الهنا، بعتها على الحساب. هل الخصم التجاري بيحسب على المبيعات الآجلة اللي بتكون على الحساب؟ طالما عملية فعلية يحسب الخصم التجاري عليها. إذن قامت المنشأة ببيع بضاعة مبلغ 20,000 جنيه، هتبقى من حساب إيه؟ من حساب، أنت بتبيع لمين؟ بتبيع لمدين، تبقى من حساب، نكتبها فين؟ من حساب المدينون. نكتبها فوق هنا مثلا. قامت المنشأة ببيع بضاعة إلى مين؟ هنا بيع بضاعة لمحلات الهنا، تبقى من حساب مين؟ بتبيع لمين؟ بتبيع لمدين، من حساب المدينون بين قوسين الهنا. مبلغ كام؟ لا ثواني، إلى حساب المبيعات. مبلغ القيد هيكون كام؟ هيكون 20,000 الصافي بعد الخصم. 20,000 في مكمل نسبة الخصم. الخصم كام؟ 10%. إذا المكمل كام؟ المكمل 90%. هتطلع معاك ب 18,000، وهي دي اللي هعمل بها القيد من حساب المدينون 18,000 إلى حساب المبيعات 18,000. كويس جدا. تعال بقى في العملية الخامسة.
اتفقت منشأة السعادة مع شركة الإخلاص، أول ما تشوف اتفاق تبقى لا قيد، لأن العملية ما تمتش. هل العملية تمت بالفعل؟ لا، العملية ما تمتش. طالما اتفاق مفيش مستند، ما تمتش العملية، إذا لا قيد، تبقى العملية كلها لا تسجل، لأن اتفاق على مصطبة. ممكن تشتري، لما تشتري أو لما تبيع تبقى أسجل العملية، أبقى أسجل العملية عندي، لكن أنت اتفاق على المصطبة ما ينفعش، لا تسجل العملية. وده كان الخصم التجاري، سهل وبسيط جدا جدا جدا. هناخد آخر حاجة في المحاضرة النهاردة، ألا وهو الخصم النقدي. هام جدا 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 الخصم النقدي. الخصم النقدي هام وسهل وبسيط بمشيئة الله تعالى. الخصم النقدي خصم حلو، لا يخلو من امتحان، وبيجي كل سنة، وبيحسب على المبيعات وعلى المشتريات زي الخصم التجاري، ولكن الخصم النقدي يحسب على المبيعات والمشتريات الآجلة فقط، يعني اللي ما دفعتش ثمنها، لكن اللي بتكون على الحساب، لكن اللي دفعت لا، تاخد عليه خصم اسمه خصم تجاري. تمام؟ هنتكلم عن الخصم النقدي. الخصم النقدي هو خصم يحسب على المبيعات وعلى المشتريات، كويس جدا، الآجلة فقط، يعني النقدية لا، بيحسب على المبيعات والمشتريات النقدي، الآجلة فقط، كويس. والخصم النقدي ده بيكون مقترن بفترة السداد. خلي بالك بالله عليك لما يكلمك في الخصم النقدي أو في عمليات البضاعة بشكل عام، ركز قوي 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 في التواريخ الموجودة عندك، تركز جدا في التاريخ المكتوب عندك. لو كان في تاريخ ركز فيه جدا. الخصم النقدي هو خصم مقترن بفترة السداد. خصم مقترن ايه؟ بفترة السداد. والله انا كنت مديك خصم اسبوع، 7 ايام، سددت في خلال ال7 ايام هديك الخصم. جيت لي في اليوم الثامن وقلت هسدد، مش هتاخد الخصم. لازما في الخصم ده انك تسدد في المده، تسدد في الميعاد اللي احنا محددينه. التزمت بالميعاد هلتزم انا معاك بالخصم، ما التزمتش بالميعاد مش هديك خصم. كويس. الخصم النقدي خصم يظهر في دفاتر البائع ودفاتر المشتري، لكن التجاري من شويه قلت لك ما بيظهرش عند ده ولا عند ده. القيد بيسجل بالصافي بعد الخصم. جميل جدا. الخصم النقدي ده لو سددت في ميعادك يا ابن الناس، لو سددت في فترة السداد أو في الميعاد أو في المهلة المحددة تحصل عليه. ولو حصلت عليه عند البائع ليه اسم وعند المشتري ليه اسم. عند البائع ليه اسم بس البياع ما بيحبهوش، البائع ما بيحبهوش. اسمه خصم ايه؟ خصم مسموح به. ليه مش بيحبه؟ لانه بمثابة خسارة للبائع، بمثابة خسارة للبائع، والخسارة بتكون في الجانب الايه؟ المدين، يعني بتكون في الجانب من حساب الخصم المسموح به. تمام. لو سدد
لو العميل سدد لي انا كبائع في خلال المده المحدده للخصم هديله خصم مسموح به. ما سددش خلاص احسب العمليه عادي جدا. وعند المشتري بيكون ليه اسم، بيكون اسمه ايه؟ اسمه خصم مكتسب. ومن اسمه خصم مكتسب شوف كلمه حلوه ازاي؟ مكتسب يعني ايه؟ يعني بيكون بمثابه ربح للمشتري، والربح معروف ان هو بيكون ايه؟ دائن، يعني الى حساب الخصم المكتسب، الى حساب الخصم الايه؟ المكتسب. تمام. فاعيد لك تاني واقول لك ان الخصم النقدي عند البائع ليه اسمه خصم مسموح به وما بيحبهوش. ليه؟ لانه خساره للبائع بتكون مدينه، والخساره بتكون مدينه من حساب الخصم مسموح به. عند المشتري لو سدد خلال المده ياخد خصم اسمه خصم مكتسب، ومن اسمه مكتسب يعني بيكون ربح، يعني دائن الى حساب الخصم المكتسب. بص، سدد في الميعاد، البائع يسمح، المشتري يكسب، ودي خلاصه الخصم. تعال ناخد مثال ونشوفه بعمل ازاي. يلا بينا ناخد مثال. زي ما قلت لك تركز في التواريخ جدا جدا جدا. لو قلت لك قامت المنشأة بشراء بضاعة بمبلغ 50,000 جنيه. الكلام ده معلش يوم 1/1 قامت المنشأة بشراء بضاعة بمبلغ 50,000 جنيه من محلات الهنا على الحساب بخصم نقدي 10%. المطلوب قيد اليومية في دفاتر المشتري. عايز قيد اليومية عند المشتري تبقى عامل ازاي؟ قامت المنشأة بشراء بضاعة بمبلغ 50,000 جنيه بخصم ايه؟ بخصم نقدي. السؤال ليك، طبعا كلكم دلوقتي كده ماسكين الآلة وبتكتب 50,000 في 10% يطلع الخصم بكذا. غلط. قلت لك ان الخصم ده مقترن بفترة السداد. سدد خلال المدة المحددة ولا لا؟ معلش، بخصم نقدي 10% لازم يحدد لك السداد. يقول لك بخصم نقدي 10% إذا تم السداد. الخصم النقدي ده على طول كده يقول لك إذا تم السداد خلال أسبوع. لو سددت خلال أسبوع يا ابن الناس، ده أنا المنشأة، لو سددت الفلوس خلال أسبوع البياع اللي أنا مشتري منه هيديني خصم نقدي 10%. تمام، كويس. لما أجي أسجل العملية دي عندي هسجلها إزاي؟ هل هتحسب الخصم؟ لا، هو سدد. أنا قلت لك إن الخصم ده مقترن بفترة السداد، يعني طالما ما سددتش ده عملية شراء عادية جدا، تسجلها عادي جدا لحد ما نشوف هيسدد في الميعاد ولا بعد الميعاد. سجل العملية عندك يا ابن الناس. من حساب ايه؟ انت اشتريت، تبقى من حساب المشتريات. مبلغ كام؟ 50,000 إلى حساب الدائنون بين قوسين محلات الهنا. المبلغ كام؟ 50,000. 50,000 كلام جميل جدا. قال لك تكملة المثال بقى، إذا تم السداد خلال أسبوع. قال لك وفي يوم 8/1 قامت
المنشأة بسداد المبلغ المستحق عليها نقدا. دلوقتي كده المنشأة سددت المستحق عليها يوم 8. هي العملية بص بقى، أول ما تلاقي سداد بص على التواريخ وركز فيها. العملية كانت إمتى؟ يوم 1/1. والسداد حصل يوم إمتى؟ يوم 8/1. طب المهلة كانت كام؟ كانت أسبوع. أسبوع في ناس مش عارفة الأسبوع كام. الأسبوع على فكرة في ناس بتلخبط فيه 7 أيام والله. تمام؟ تمام. 7 زائد 1 8. يعني لو سددت يوم 8 هتحصل على الخصم. وأنا سددت يوم 8. إذا أحصل على الخصم؟ تحصل على الخصم. وطالما حصلت على الخصم أنا إيه؟ مشتري. باخد خصم اسمه خصم إيه؟ قلت لك من شوية الشاري يكسب. وطالما هتكسب هيكون دائن. تبقى القيد عامل إزاي؟ قيد السداد عامل إزاي؟ هيكون من حساب. أنت بتسدد مين؟ بتسدد الدائنون. اقفل الدائنون خالص. من حساب الدائنون. مين الدائنون؟ محلات الهنا. إلى مذكورين. حساب وحساب. أول حساب حساب الخصم المكتسب. تاني حساب إيه؟ حساب أنت سددت إيه؟ سددت نقدا. إذن حساب الخزينة. عملت القيد تمام. عايز أعمل الأرقام. هم الدائنون لهم كام؟ لهم 50,000. تعالى توزيعتهم. الخصم المكتسب 50,000 في كان الخصم كام في المية؟ هنا ما اقولش المكمل، هنا اقول اضرب في النسبه عشان الخصم المكتسب بيسجل عندي، لكن هناك كنت بقول في المكمل لان انا مش بحتاج الخصم. هناك كنت بقول في المكمل لان انا مش بحتاجه. تمام؟ ما بيظهرش عندي في الدفاتر خصم تجاري. طيب الخصم المكتسب 50,000 في كام؟ 50,000 انا كنت مديك خصم 10%. 50,000 في 10% هتطلع معايا بكام؟ ب 5000. والباقي 50,000 ناقص ال 5000 هتطلع معايا ب 45,000. إذا القيد هيكون من حساب الدائنون 50,000 إلى مذكورين. حساب الخصم المكتسب 5000 وحساب الخزينة 45,000 جنيه. لأن أنا سددت الدائن فالخزينة عندي قلت، والخصم اللي حصلت عليه خصم دائن، خصم مكتسب، والدائنون مبلغهم كام؟ 50,000 جنيه. هتلاقي عندك أمثلة كتير قوي على الموضوع ده. طيب هناخد ونقول لك العملية دي بفرض إن أنا سددت يوم 9/1، سددت المبلغ نقدا. هي العملية تمت يوم إيه؟ العملية كانت يوم 1. الخصم أسبوع 7 أيام. يعني لو سددت في اليوم الثامن 8/1 تاخد الخصم. أنت سددت يوم 9 تحصل على الخصم؟ لا، تسجل القيد عادي جدا. طب القيد هيكون ازاي؟ هيكون من حساب الدائنون 50,000 إلى حساب الخزينة 50,000، وتبقى هنا مفيش إيه؟ مفيش خصم. ده بالنسبة للشاري. بالنسبة للخصم النقدي عند المشتري، المشتري بيكسب والمكسب بيكون دائن. فالخصم المكتسب عند الشاري بيكون دائن. بحسبه ازاي؟ المبلغ الإجمالي اللي هو مبلغ الشراء 50,000 في نسبة الخصم اللي هو 10%. 50,000 في 10% تطلع معايا بكام؟ ب 5000 جنيه. ده بالنسبة لي إيه؟ مكسب، والمكسب بيكون دائن. والفرق اللي هو إيه؟ الفرق ما بين ال 50,000 وال 5000. 50,000 ناقص 5000 هيديني 45,000. دي الفلوس اللي انا دفعتها من الخزنه. يعني بضاعه يعتبر ثمنها 50,000 جنيه، انا دفعت له 45,000 جنيه وكسبت من العمليه دي 5000 جنيه. تمام؟ تمام. ماشي. تعال ناخد شكل الخصم النقدي عند عند البائع. عند البائع اعكس. هو البائع ايه؟ البائع يسمح، الشاري يكسب، البائع يخسر فيكون مدين، الشاري يكسب
فيكون دائن. ماشي، كلام جميل وسهل وبسيط ولذيذ وحلو ان شاء الله. تمام. خصم الايه؟ النقدي بالنسبه للبائع هيكون عامل ازاي؟ نشوف هيكون عامل ازاي. لو اديتك مثال على الخصم النقدي، مثال على الخصم النقدي بالنسبه للمبيعات. لو المنشاه مثلا قامت المنشاه ببيع بضاعه بمبلغ 100,000 جنيه، قامت المنشاه، العمليه دي حصلت يا شباب في يوم 1/3. قلت لك تركز في التواريخ جدا. في 1/3 قامت المنشاه ببيع بضاعه بمبلغ 100,000 جنيه. 100,000 جنيه لشركة الإخلاص، العميل اللي أنا بعت له الإخلاص، على الحساب بخصم نقدي. بخصم نقدي كام؟ بخصم نقدي 10% إذا تم السداد خلال، أو إذا تم التحصيل، لو أنا حصلت يعني السداد، لو العميل سدد، إذا تم السداد أو التحصيل، إذا تم التحصيل خلال 10 أيام. المطلوب قيد اليومية. طيب احنا عندنا العملية دي عملية فعلية، قامت المنشأة ببيع، باعت بالفعل مش اتفاق. طيب الخصم ايه؟ خصم نقدي 10%. ما بصروش دلوقتي، هو عايز قيد عملية البيع. قيد عملية البيع قيد عادي جدا، سجله بالمبلغ هو سجل في يوم 1/3 بعت 1/3 بعت على الحساب، هتبقى من حساب ايه؟ بعت على الحساب. بعت لمين؟ بعت على الحساب، تبقى المدينون زادوا، ابقى من حساب المدينون. مين هم المدينون؟ شركة الإخلاص، ابقى من حساب المدينون. شركة الإخلاص مبلغ كام؟ عملية البيع كانت ب100,000 إلى حساب المبيعات ب100,000. تمام. لما سدد أشوف سدد في الميعاد ولا بعد الميعاد. لو قال لك وفي يوم 11 قامت المنشأة بتحصيل، المنشأة حصلت يعني العميل سدد، بتحصيل المبلغ المستحق على شركة الإخلاص نقدا. المنشأة حصلت المستحق على شركة الإخلاص نقدا. هي العملية كانت يوم كام؟ كانت يوم 1/3. الخصم كانت مهلته كام؟ 10 أيام. يعني 10 أيام 1/11. لو سددت في اليوم 11 تحصل على الخصم، سددت يوم 12 ما تاخدش الخصم. طيب العميل اللي أنا كنت بايع له اللي هو الإخلاص سدد لي في آخر يوم في الخصم، وطالما سدد في آخر يوم في الخصم إذن يحصل على الخصم. هديله خصم إيه؟ أنا بائع، أنا بايع، فالبايع يسمح فيخسر فيكون مدين، فأنا المنشأة اللي أنا بعت للإخلاص هديله خصم اسمه خصم مسموح به، والخصم المسموح به عندي أنا كبائع هيكون مدين، فهيكون القيد عندي عامل إزاي؟
من مذكورين عندي حسابين. مين هم المذكورين اللي موجودين عندي؟ هو انت لما حصلت ايه اللي عندك زاد؟ حصلت المبلغ ايه؟ نقدا. فالخزينه عندك زادت. ممكن يقول لك بشيك، انا معلق على النقديه شويه. ممكن يقول لك حصلت بشيك، ممكن يقول لك جزء بجزء، عادي يعني. تمام. ما تتخضش لو لقيتها بشيك، ما تتخضش لو لقيت حصل جزء وجزء، عادي جدا. طيب حصلت بشيك، اعمل القيد كده بدون الخصم، ابقى الخزينه عندك زادت. حصلت نقدا عفوا، الخزينه عندك زادت. حصلت من مين؟ من المدين، والمدين عندك قل. اللي هم مين؟ اللي هم الإخلاص. تمام. هنا هنقول مذكورين. حساب الخزينة وحساب الخصم المسموح به. لأن أنا قلت لك إيه؟ قلت لك إن البائع يسمح. طيب هنحسب الخصم المسموح به إزاي؟ الخصم المسموح به كنت بايع بكام؟ كنت بايع ب100، اللي هو المبلغ الإجمالي. في الخصم اللي أنا كنت مانحه 10%، يعني هتطلع بمبلغ كام؟ 100 في 10، يعني الخصم كام؟ 10,000. طب العملية كلها ب100 ناقص ال10,000 خصم، معنى كده إن الخزينة انتعشت، دخل لها 90,000. والمدينون هقفلهم بكام؟ بالمبلغ كله، بال100,000 جنيه. تمام. هنا كنت بايع فعملت ايه؟ خصم مسموح به. قلت ال100,000 في النسبه الموجوده عندي ب10,000، والخزينه انتعشت بالفرق ما بين المبلغ الاجمالي اللي هو ال100,000 ناقص الخصم اللي هو 10,000 جنيه. تمام. لو قلت لك بفرض ان العميل اللي كان عليه ال100,000 سدد يوم، ودلوقتي كده سدد يوم 11، لو سدد مثلا يوم 15/3، هل هياخد خصم؟ لو سدد يوم 15/3 نقدا. انا كنت بايع امتى؟ كنت بايع يوم 1/3، والمهله كام يوم؟ والمهله 10 ايام. 1 زائد 10 تبقى كام؟ 11، يعني لو سدد يوم 11 ياخد الخصم. طيب العميل بقى جاي يسدد لي يوم 15/3، يحصل على الخصم؟ ما يحصلش على الخصم. ليه؟ لانه ما سددش في الميعاد اللي احنا متفقين عليه. انا كنت مديله مهله معينه وهو سدد بعد المهله دي، فلذلك ما يحصلش على الخصم. وتسجل العمليه عادي جدا من حساب الخزينه الى حساب المدينون بالمبلغ بالكامل بدون خصم. كام؟ 100. تمام. نسيت اقول لك ان الخصم النقدي ده لو كان جاي لك وبقول لك 10/7/30، يعني ايه كده؟ لو كان جايب لك شروط الائتمان 10/7 صافي 30، تبقى الخصم ايه؟ 10% تتقري كده، خصم 10% لو سدد خلال 7 أيام. تمام. لو قلت لك 5/3 صافي 20، الرقم الأولاني ده اسمه إيه؟ نسبة الخصم اللي هي 5%، والتاني 5/3، والتلاتة دي اللي هي إيه؟ مدة الخصم خلال 3 أيام. صافي 20 دي فكك منها. تمام. فممكن يجيب لك بالشكل ده، يعني ممكن تجي لك بالشكل ده يقول لك وكانت شروط الائتمان 10/7 صافي 30. تمام. كده بالنسبه للخصم النقدي خلص. لكن ممكن يجيب لك خصمين مع بعض، يجيب لك خصم تجاري وخصم نقدي، عادي جدا. يجيبها لك على عمليه شراء او بيع، يجيب لك خصمين مع بعض، ودي العمليه اللي دايما بتيجي في الامتحانات. يعني يجيب لك الخصمين مع بعض، خصم تجاري وخصم نقدي. الخصم التجاري تحسبه عادي جدا وتسجله بالصافي، والخصم النقدي تشوف هل سجل خلال المده المتفق عليها ولا بعد المده. سجل خلال المده المتفق عليها يحصل على خصم نقدي. لو كان بائع تبقى خساره بالنسبه للبائع فتكون مدينه، ولو كان شاري
فيكون دائنة، خصم مكتسب في الجانب الدائني. هناخد دلوقتي كده العمليتين. لو كان جايلك في المثال خصمين ورا بعض، خصم تجاري وخصم نقدي. الاولاني بيكون تجاري، الثاني بيكون نقدي. الاول زي ما قلت لك يحسب ويخصم ويسجل بالصافي بعد الخصم، لكن الثاني سجل في الميعاد يحصل على الخصم، سجل بعد الميعاد تبقى خلاص ما يحصلش على الخصم لانه خصم مقترن بفتره السداد. لما اقول لك مثلا قامه المنشاه، خلينا ناخد عمليه بيع قامه المنشاه ببيع بضاعه بمبلغ 50,000 جنيه بخصم تجاري 10% وخصم نقدي 10% إذا تم السداد خلال أسبوع. تتحل ازاي؟ عندي خصمين، خصم تجاري وخصم نقدي. الخصم التجاري قلت لك احسبه واخصمه واهمله وما يظهرش في الدفاتر. يعني اسجل العمليه ازاي؟ احسب الخصم التجاري، هقول الصافي بعد الخصم. الصافي بعد الخصم كام؟ 50,000 في، قلت لك الخصم التجاري اضرب في مكمل نسبة الخصم على طول. كنت مانح خصم كام؟ 10%، هتبقى في مكمل نسبة الخصم اللي هو فيه 90%. 50,000 في 90%، إذا الصافي بكام؟ مبلغ 45,000 جنيه. ده اللي هعمل به القيد. أنا كنت إيه؟ كنت بايع، تبقى من حساب المدينون لهم اسم هنا، كنت بايع لمين؟ تمام، ما لهمش اسم. من حساب المدينون 45,000 إلى حساب المبيعات. طب الخصم النقدي هشوف سدد خلال المهلة ولا سدد بعد المهلة. سدد خلال المهلة يحصل على الخصم، بعدها ما يحصلش على الخصم. قال لك بفرض تم السداد خلال مهلة الخصم المحددة. المثال مثلا نكتب هنا، نكمل هنا، بفرض تم تحصيل المبلغ المستحق على المدينون نقدا خلال، هنا بقى ما كانش جايب لك تواريخ، خلال مهلة الخصم أو مدة الخصم. حصلت المبلغ المستحق على المدينون نقدا خلال المهلة المحددة للخصم. أنا إيه؟ بائع. البائع بيعمل إيه؟ بيسمح. البائع يسمح فيخسر، والخسارة بتكون مدينة من حساب. يعني القيد عندي هيكون عامل إزاي؟ أنت حصلت إيه؟ نقدا، تبقى من مذكورين. حساب الأول حساب مين؟ حساب الخصم المسموح به. الحساب الثاني حساب الخزينة. حساب الخصم المسموح به أحسبه إزاي؟ هقول هو أنا كنت بايع بكام؟ ب45,000، خدت خصم تجاري 5%، كنت بايع ب50,000، تمام؟ اديت العميل خصم 10%، فليا عنده 45,000. ال 45,000 دول سدد خلال مهلة الخصم، فيحصل على خصم مسموح به 45,000 في 10%. يعني كام؟ يعني 4,500. 4,500. والخزينة دخلها كام؟ الخزينة دخلها الباقي اللي هي 40,500 إلى حساب مين؟ إلى حساب المدينون. والمدينون لما يجوا هنا تبقى أنا إيه؟ بقفلهم
إلى حساب المدينون 45,000. ده في حالة إن لو جاب لك خصمين ورا بعض، خصم نقدي، خصم تجاري، وخصم نقدي. وكذلك الأمر بالنسبة للمشتريات، لو كان جايب لك خصمين ورا بعض، الأول هتحسبه الخصم التجاري يحسب ويخصم ويهمل وما يظهرش عند الدفاتر، والتاني بتعمله إيه؟ لو سدد خلال المدة يحصل على خصم مكتسب في حالة الشراء، والشراء بيكون إيه؟ بيكون مدين، والخصم المكتسب بيكون دائن ربح للمشتري وبيكون خسارة للبائع. تمام. ده كده بالنسبة لعمليات البضاعة. فينش كده عمليات البضاعة، خلصنا ال7 حاجات. ولكن امتحان السنة اللي فاتت كان فيه سؤال الناس بتقول لك صعب، بس أنا شايف إن هو سهل، بل بالعكس أسهل من ده بكتير. يعني أسهل من إنك تقعد تعمل قيود. كان مسهل عليك الدنيا في السؤال بتاع السنة اللي فاتت في الامتحان. نفتح مع بعض كده الامتحان ونشوف بيقول لنا إيه وإيه اللي محتاجه. بسم الله. امتحان السنة اللي فاتت طبعا أنا الملزمة اللي معاك هتطلق فيها كل امتحانات السنين السابقة، مديك 37 سؤال. 37 سؤال لو عرفت تحلهم انت مش محتاج اي حاجة تانية في عمليات البضاعة. اسئلة واجب هتحلها وهتلاقي في النهاية كده الاجابات بتاعتها سهلة وبسيطة جدا بمشيئة الله تعالى. هتفتح اخر صفحة اللي هي صفحة 15 هتلاقي في امتحان السنة اللي فاتت امتحان سابق العمليات التالية تمت بمحلات العبد المنتجات المنزلية خلال أغسطس 2022. العمليات دي تمت إمتى؟ تمت في أغسطس سنة 2022. إيه اللي تم؟ بقول لك أول عملية، أول حاجة في يوم 5/8 إيه اللي حصل؟ تم شراء بضاعة. أنا اشتريت بضاعة من شركة كريازي. اشتريت بضاعة من مين؟ من كريازي. كريازي دي بالنسبة لي إيه؟ الدائن. تمام، الدائن اللي أنا اشتريت منه. كويس. مبلغها كام؟ بمبلغ 100,000 جنيه. المبلغ 100,000 جنيه. خدنا خصمين زي ما أنا قلت لك، بخصم تجاري 10% ونقدي خصم نقدي 5%. وقلت لك لما اقول لك الخصم النقدي لازما يحدد لك مهلة السداد. بقول لك لو سددت خلال 15 يوم. لو سددت خلال 15 يوم. تعالى كده نحل الموضوع ده عملية. طيب تحت بقى بيقول لك عند تسجيل قيد اليومية الخاص بالعملية اللي تمت يوم 5/8 لما تسجل قيد اليومية، السؤال رقم 29، لما تسجل قيد اليومية الخاص بالعملية اللي تمت في 5 أغسطس، هو عايز القيد فين؟ تخلي بالك، عايز القيد في دفاتر مين؟ في دفاتر العبد. بص كده في الأسئلة كلها عايز القيد عند مين؟ دفاتر العبد. ومين العبد؟ أنا دفاتر، أنا منشأة العبد. هو كده ريحني، مش كل شوية يقول لي إيه؟ سجل العملية عند البائع، لا كمان شوية يقول لي سجل العملية عند المشتري. فاتأكد كويس قوي في المثال هو عايز أسجل العملية فين؟ دلوقتي كده العملية دي هتتسجل عند مين؟ عند العبد. أنا طبعا منشأة العبد اللي هو مين؟ اللي هو أنا عايز القيود اليومية عندي. طيب ما تعمل لي كده قيد اليومية. قيد اليومية أعمله لك سهل جدا وبسيط. إزاي؟ دي عملية إيه؟ عملية شراء. فهقول من حساب المشتري، اعمل لي القيد من حساب المشتريات إلى حساب إيه؟ إلى حساب الدائنون. مين الدائنون؟ كريازي. بمبلغ كام؟ ب100,000؟ لا،
100,000 بس انا عندي خصم تجاري 10%. لما تلاقي الخصم التجاري تحسبه. يعني قلت لك بتحسب ازاي؟ هتقول لي الصافي على طول، الصافي بعد الخصم 100 في مكمل نسبة الخصم. 100 في 90% هتطلع بكام؟ هتطلع ب 90,000 جنيه. 90,000 جنيه. طب الخصم النقدي 5% تحسبهوش. هو ايه اللي ما تحسبهوش؟ قلت لك تحسبه لما يسدد. سدد في المدة ياخد الخصم النقدي، سدد بعد مدة ما ياخدش الخصم. انا عملت القيد، تيجي نختار القيد الموجود عندنا ده. ابص كده بسم الله، ايه ده؟ ده مفيش قيد يوميه. ما انا مش فاهم، يعني بيقول لي المشتريات مدينه داينه مدينه داينه، اعمل ايه دلوقتي؟ مفيش قيد يوميه. انا عملت قيد يوميه بس مش لاقي عندي قيد يوميه. هو بقى في الحته دي كان السنه اللي فاتت امتحان معتمد على الفهم شويه، على طبيعه الحساب. يعني المشتريات هنا ايه؟ مدينه مبلغ 90,000، اللي هو انا عمال اقوله لك من اول محاضره لينا مع بعضينا. مدينه بمبلغ كام؟ مبلغ 90,000. طيب الدائنون دائنه بمبلغ 90,000. تمام. فبص كده بيقول لي السؤال رقم 29، ايه المشتريات مدينه؟ المشتريات مدينه ب 100,000. لا غلط. تعال الاجابه بي. بيقول لي المشتريات مدينه بمبلغ 90,000. اجابه صحيحه. ابقى بي اجابه صحيحه. كويس. نكمل الاجابات. بيقول لي المشتريات مدينه بمبلغ 95. لا. بيقول لي المشتريات داينه. لا ما تكملش، اول ما اقول لك داينه خلاص دي مدينه. بيقول لي المشتريات داينه، قول له لا خلاص. هي الاجابه هتكون المشتريات مدينه بمبلغ 90,000 جنيه. سهله جدا 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 جدا. ابقى الاجابه رقم 29 هتكون ايه؟ هتكون بي. تعال نخلص العمليه. تمام. هنا بيقول لي ايه؟ في العمليه اللي بعدها، العمليه اللي بعدها في يوم، دي العمليه الثانيه. في يوم كام؟ في يوم 15/8. 15/8 بعنا بضاعه. تم بيع بضاعه. انا العبد بعت بضاعه لمحلات البحيري. هو البحيري ده بالنسبه لي يا شباب مدين، عميل. انا بعت بضاعه للبحيري. تمام. بمبلغ 150,000. طيب العمليه دي تمت ايه؟ بخصم نقدي. خصم النقدي كام؟ 10%. لو سددت خلال كام يوم؟ لو سددت خلال 20 يوم. لو سددت خلال 20 يوم هاخد ايه؟ هاخد الخصم. تمام. تعالى نحسب العمليه دي، نحسبها. هل انت عندك خصم تجاري؟ لو عندك خصم تجاري كنت حسبته، بس انت ما عندكش خصم تجاري. تمام. اللي عندك خصم ايه؟ خصم نقدي. اذا العمليه دي عمليه بيع، هتبقى من حساب ايه؟ من حساب تم بيع بضاعه لمحلات البحيري. من حساب المدين اللي انت بعت له. المدينون بين قوسين بالله عليك اكتب لي البحيري عشان تبقى عارف مين المدينون. الى حساب ايه؟ حساب المبيعات. تحسب الخصم 10% تبقى كام؟ تبقى 15,000. لا ما تحسبهوش لان ده خصم ايه؟ نقدي. لو سدد خلال الميعاد نحصل على الخصم 150,000. 150,000. عملت القيد. تعال نبص طالب ايه؟ بيقول لي عند تسجيل قيد اليوميه الخاص بالعمليه اللي تمت يوم 15 بدفاتر العبد هيكون. بص بقى، هو هنا بيعتمد نفس الموضوع على الفهم. بيقول لك المدينون مدين ب 150. شفت بقى؟ انت عرفت قيمه دلوقتي لما اقول لك اكتب لي المدينون بين قوسين كذا، لما اقول لك اكتب لي الدائنون بين قوسين كذا. فهنا بيقول لي ايه؟ المدينون مدين بمبلغ 150.
يعني هو عايز الشق ده فقط من قيد، بيكلمني في الحته دي فقط، يعني هو عايز نص القيد فقط. ابص كده بيقول لي المدينون مدين ب 150 اجابه صحيحه. بيقول لي المدينون مدين ب 135 لا طبعا، ده لو كان خصم تجاري. الاجابه سي. بيقول لي المدينون دائن، يعني ازاي هبيع ويكون المدينون في الدائن؟ ازاي؟ المدينون لما ببيع بيكونوا مدين. تعرف دي بيقول لي المدينون مدين، المدينون دائن ب 150، المدينون دائن لا طبعا. الدائنون لا يا عم، وانا ببيع لمين؟ ببيع لمدين، تمام؟ فهنا هتبقى المدينون مدين ب 150. اجابه 30 هتكون ايه؟ ايه. تعالى في العمليه الثالثه. 3 في 3 بيقول لي ايه؟ بيقول لي يوم 25/8 العبد سددت المستحق الكريازي نقدا. انا سددت المستحق لكريازي نقدا، سددت الفلوس اللي كانت عليا نقدا. هي العمليه كانت ايه؟ كانت شراء بخصم نقدي 5% لو سددت خلال 15 يوم. العمليه تمت يوم 5، ومهله الخصم 15 يوم. 15 يوم والخمسه تبقى 20. لو سددت يوم 20 هحصل على الخصم، لكن للاسف انا رحت وسددت يوم 25. هل هحصل على خصم نقدي من شركه كريازي؟ لا، مش هتديني خصم، ولكن تسجل العمليه بالمبلغ بالكامل. كام المبلغ اللي عليا؟ المبلغ اللي عليا 90,000. 90,000 عليا للدائنون. هتبقى القيد عامل ازاي؟ نكتبه هنا كده: من حساب الدائنون. مين الدائنون؟ كريازي. الى حساب سددت ايه؟ قال لي سددت نقدا، هبقى الى حساب الخزينه. مبلغ كام؟ مبلغ 90,000. 90,000. بيقول لك في سؤال 31: عند تسجيل قيد اليوميه الخاص بالعمليه التي تمت يوم 25 بدفاتر العبد هتكون ايه؟ هتكون الدائنون مدين بمبلغ 100. بمبلغ كام؟ بمبلغ 100؟ لا 100 ايه؟ ده مبلغ 90 مش 100. طب تعرف الاجابه اللي بعدها؟ الدائنون مدين ب 90,000. الدائنون فين؟ الدائنون هنا هيكونوا مدين هنا بمبلغ 90,000. الاجابه بي صحيحه. طب الاجابه اللي بعدها سي. بيقول لي الدائنون مدين ب 95. لا، ده المبلغ 90. 95 لا. طب الاجابه ايه؟ بيقول لي المدينون مدين بمبلغ 90. لا، انا كنت بايع او كنت شاري من دائن. الدائن في الدائن يزيد. الدائن في الدائن يزيد. طب لما سدد الدائنون هيصبحوا ايه؟ هيصبحوا مدين. الدائنون هيصبحوا مدين. ابقى الدائنون مدين بمبلغ 90,000. الاجابه 31 هتكون ب، هي دي الاجابه الصحيحه. طب تعالى في يوم 32، في يوم 4 العمليه الرابعه. العمليه الرابعه بيقول لي ايه؟ قامت محلات العبد تحصيل المستحق على محلات البحيري نقدا. انا العبد، محلات العبد حصلت. الكلام ده حصل يوم كام الاول؟ يوم 31/8. يوم 31/8 قامت محلات العبد. فين العمليه؟ عمليه 4. قامت محلات العبد بتحصيل المستحق على محلات البحيري. حصلنا المستحق على محلات البحيري ايه؟ نقدا. انا في يوم 31 اخدت الفلوس اللي كانت ليا عند العميل البحيري، خدت الفلوس دي ايه؟ نقدا. معلش، هي العمليه اللي انا كنت عاملها دي كانت يوم كام؟ كانت يوم 15. ومهله الخصم كانت قد ايه؟ 20 يوم.
يعني لو سدد 5/9 كنت احصل على الخصم، كنت اديله الخصم. هو سدد يوم 31 يعني قبل المهله، اذا البحيري هياخد خصم من عندي اسمه خصم ايه؟ انا هديله، انا كمحلات العبد هدي للبحيري خصم مسموح به، وبيكون بالنسبه لي انا كمحلات العبد بيكون خصم ايه؟ مسموح به. البائع يسمح فيخسر فيكون مدين. فالقيد هيكون عامل ازاي؟ هيكون من مذكورين حساب الخصم المسموح به، وحساب الايه؟ وحساب الخزينه، الى حساب، انا كنت بايع لمين؟ الى حساب المدينون. والمدين لما يجي في الجانب الدائن بقفله يقل. كنت ليا كام؟ كنت بايع ب 150 150. وطالما العميل البحيري يسدد خلال المده، اذا هديله خصم مسموح به كام؟ الخصم كان موجود اللي عندي كام؟ خصم 10%. هتبقى 150 في 10%. العمليه كانت 10%. 10% هتبقى مبلغ كام؟ 15,000 خصم مسموح به، والباقي خزينة. الخزينة اللي هو 150 ناقص ال 15 يعني 135,000. وحساب المدينون هيكون بكام؟ ب 150,000. تعالى في سؤال 32 بيقول لي عند تسجيل قيد اليومية الخاص بالعملية اللي تمت يوم 31 هيكون المدينون مدين بمبلغ 150. المدينون فين؟ المدينون هي العملية اهي. المدينون هيكون مدين ب 150؟ لا غلط. طيب المدينون مدين بمبلغ 150؟ المدينون 150 هيكونوا مدين؟ لا. طيب تعالى في الإجابة سي. بقول لي المدينون اللي هو المدينون من حساب المدينون البحيري، المدينون هيكون دائن ب 135. هو هيكون المدين هيكون دائن فعلا بس مش ب 135 لأن أنا تمام. طيب تعالى في الإجابة دي. بقول لي المدينون دائن ب 150. المدينون اللي هو 150 دائن فعلا، اصبح دائن ب 150. ابقى الاجابه دي هي الصحيحه. في السؤال اللي بعده بيقول لي عند تسجيل القيد الخاص بالعمليه اللي تمت يوم 31 هنحصل على ايه؟ العبد هيدي خصم ايه؟ خصم مسموح به. والخصم المسموح به بيكون ايه يا شباب؟ بقول لك الخصم المسموح به بيكون مدين. تمام؟ تعال نشوف الاجابات. الخصم المسموح به دائن ب 150؟ لا، ده الخصم الدائن والخصم المكتسب. يبقى الاجابه الاولى غلط. الخصم المسموح به مدين ب 15,000. الخصم المسموح به بيكون مدين ب 15,000. ودي كده اسئله الامتحان اللي جات السنه اللي فاتت 2023. كده احنا خلصنا مع بعض عمليات البضاعه. موضوع طويل وموضوع مهم لا يخلو من امتحان. اخذنا زي ما قلت لك 7 حاجات: المشتريات، مردوداتها، مصاريف نقلها، والمبيعات ومردوداتها ومسموحاتها، مصاريف نقلها. واخذنا الخصم بنوعين: الخصم التجاري والخصم النقدي. وكمان حلينا اسئله الامتحان اللي كانت بتقول لك صعبه، هي كانت بتعتمد على الفهم، اللي هو امتحان السنه اللي فاتت اللي كل الناس كانت عماله تقول لك امتحان صعب. الموضوع سهل جدا وبسيط بس محتاج انك تفهم. كده خلصنا مع بعض حوالي يعتبر نص المنهج. المحاضره الجايه مهمه جدا بمشيئه الله تعالى، الا وهي المعادله المحاسبيه. ولو في مثلا حاجه واقفه قدامك جزئيه معينه ممكن تبعت لي على الواتساب تقول لي ايه اللي واقف معاك، تقول لي انا مشترك معاك في المنصه وايه اللي واقف معاك. تمام. موضوع سهل جدا وبسيط. اشوفكم ان شاء الله المحاضره الجايه في المعادله المحاسبيه. بس كده، توفيق ليكم. السلام عليكم. اود خلاص.